بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا عملت مجموعة من الطواقي اللي انتوا شايفينها دي، في فيديو هينزل بيها إن شاء الله في خلال يومين ثلاثة بالكتير. لأن ده كان أوردر مطلوب مني، فأنا عملت كمية إن شاء الله هوريها لكم وهوريكم الطريقة. النهاردة في الفيديو ده أنا هكمل معاكم فيديو إزاي نسعر الكروشيه بتاعنا وايه هو سر الربح في الاسعار. الفيديو اللي فات كان فيه فيديو اتكلمت فيه عن السعر التنافسي. النهارده ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده في صندوق الوصف. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن التسعير القياسي. تمام. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. التسعير القياسي ده هو بيبقى أصعب حاجة، هو بيبقى أصعب بس أهم. تمام. يعني بمعنى ايه، انا دلوقتي عملت اوردر طواقي، مطلوب مني اوردر طواقي زي ما انتم شايفين كده، او اوردر شنط، اوردر عملت شنطه، عملت مفرش، ايا كان، بطانيه بيبي، ايا كان. انا هنا هشرح لكم على الطواقي اللي انا عاملاها دي. الطواقي اللي انا عاملاها دي اتطلب مني اوردر 20 قطعه، 20 طاقيه. تمام. هسعرهم تسعير قياسي. يعني ايه؟ هنقول مثلا انا هنا الطاقيه الواحده، البكرتين عملوا لي طاقيتين اتنين، خلاص. فانا استخدمت مثلا 2 شلة خيط. تمام. سعرهم بكذا. انا كان بيعملوا عروض، فكنت جايبه مثلا الشلتين، اللهم صل على النبي، ب100 جنيه. فعملوا لي الشلتين عملوا لي 4 طواقي، خلاص كده. فانا الطاقية اللي انا عملت، الشغل اللي انا عملته، سواء اي حاجة، استخدمت شلتين خيط. سعرهم كذا. تمام. خدت مني يوم ان انا انزل اجيب فيه الخامات، وخدت مني مواصلات، وخدت مني وقت في العمايل والتصوير وجهد. كل ده انا بجمعه مع بعض وبقول يساوي كذا. يبقى التسعير القياسي مهم جدا واهم حاجة، بس مرهق اكتر. ليه؟ لان تفاصيله كتير. يعني زي ما انا قلت لك، خامات وتصوير، ويوم كامل هتضيعيه